قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. روى الإمام أحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من الأنصار يوما، قال له: ما تقول في صلاتك؟ ما تقول في صلاتك؟ فقال الرجل: أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. والدندنة هو كلام خفي تسمع نغمته من غير أن يميز حروفه ولا معناه. هذا معنى الدندنة، تسمع نغمته من غير أن يميز حرفه ولا معناه. فكأن هذا الرجل يقول: الذي أفعله في صلاتي يا رسول الله أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، بمعنى لم أرزق فصاحة في الخطاب ولا بيانا في القول والكلام. لم أرزق فصاحة في الخطاب، ولكن أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، أي حول هذه المسألة، حول هذين الأمرين ندندن، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. من فوائد هذا الحديث أن الله رب العالمين لن يسألك عن فصاحة اللسان، لن يسألك الله عز وجل عن فصاحة اللسان، وإنما يسألك عن فصاحة القلب والعمل. يسألك عن فصاحة القلب، فإن العمل لا يقبل ولا يستقيم إلا إذا استقام القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص على هذا القلب، وينبغي على المسلم أن يسأل نفسه: ما هو علاج القلوب؟ قال ابن القيم رحمة الله عليه: وقد أجمع العارفون أو قد أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة. قلوب سليمة كما قال الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو قلب سليم من الشرك، مملوء بالتوحيد، قلب سليم من البدع، مملوء بالسنن. ثم قال رحمه الله: ولا تكون صحيحة سليمة، أي القلوب لا تكون صحيحة سليمة حتى يكون داؤها دواها، حتى يكون داؤها دواها. الداء هو الدواء، فقد يقول قائل: كيف يكون الداء دواء؟ داؤك أيها الإنسان هواك، داؤك هواك، ودواؤك مخالفة هواك. الداء هو اتباع الهوى، والدواء هو مخالفة الهوى واتباع الوحي كتابا وسنة.